موقعت علي وحرقتني وكانت كتير عم تغلي. والله تهددت أنا من وراء هذا المسلسل. بالجزء الأول من لقائنا مع الممثل رامي أحمر اللي لعب دور تيسير الشرير بمسلسل زقاق الجن، كشف لنا عن الحادثة اللي صارت معه، وبتشبه لحد كبير المشهد اللي حرق فيه حاله بالمي السخنة. حادثة صايرة معي من زمان، إنه أنا ما كنت بحب الملوخية، فيوم اللي جربت الملوخية قام وقعت علي وحرقتني وكانت كتير عم تغلي، فبعرف شو يعني الحرق. فلما كان عندي هذا المشهد نعرف نحن الممثل في شيء اسمه عنده ذاكرة انفعالية، بيستحضر لحظة من ماضي، فأنا استحضرت هاي اللحظة. بعدك بتحب الملوخية ولا لا؟ أنا عاشق للملوخية هلأ. ردود كتيرة اجتك على شخصية تيسير، شو هو أهضم رد اجاك أو أكتر رد علق بذاكرتك؟ والله تهددت أنا من وراء هذا المسلسل. هلا ما بعرف إذا هو تهديد حقيقي. وقت قصة ملك إنه بدنا نذبح ملك، إنه حدا بعت لي إنه إذا بدك تذبح ملك أنا حهكر لك بروفايلاتك ومدري شو حاعمل شو ساوي. في كتير عالم عم تبعت لي شتائم إنه ليه هيك عم تعمل، ليه هيك عم تساوي. بنفس الوقت في عالم عم تقول لي إنه نحن قد ما كرهناك قد ما نحن عم نتعاطف معك بالمشاهد التانية. رامي، كنت متوقع هذا النجاح لمسلسل زقاق الجن ولشخصية تيسير تحديداً؟ هلا متوقع هذا النجاح أكيد، ولكن مو بهذا الكم، مو بهذا الصدى. نحن اشتغلنا هذا العمل أكيد بحب، أكيد بإشراف المخرج تامر صحاب وكل الكادر الفني من فنيين وفنانين، وأكيد شركة الإنتاج اللي كانت سخية بهذا العمل. ما كان عندك تخوف إنه المسلسل ما ينجح؟ أبدا ما كان عندي تخوف. كان عندنا تخوف إنه العالم كيف بدها تتقبل فكرة المسلسل. وبصراحة مين برأيك كان المسلسل الأنجح برمضان؟ هلا اذا بتفتحي فيسبوك كله بيكون جايب اعلى مشاهده، وكله الاول، وكله هو الترند، وكله انه هو المسلسل الوحيد. هلا شو المسلسل الانجح؟ ما في مسلسل انجح، انا ضد هاي النظريه. كل مسلسل له جمهور معين. اللي حابب قصه زقاق الجن عم يتابع زقاق الجن، اللي عم يحب قصه الزند عم يتابع الزند. فهي ما في شيء اسمه شو المسلسل انجح، اما شو الانجح زقاق الجن. يعني فيني يكون اناني بس ما بكون منصف. ويا ترى تابعت هداك المسلسل؟ حضرت منه حلقتين. يعني ما عندي، ما حقول رأيي بصراحة فيه. دائما بقول أنا أي مسلسل إن ما نجح عفوا، بس هو فيه جهد أكيد هو مبذول. أنا ما بحب نقول مثلا إنه والله فلان رديء المسلسل، لا، يعطيهم العافية، أكيد عاملين جهد فيه، ولكن كل واحد بيصير بقى ساعتها بيقدر يقول رأيه الخاص.